السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا هنصور حاجه جديده مش زي اللي احنا متعودين عليها دايما من العربيات. النهارده ان شاء الله احنا هنصور موتوسيكلات ريس. واول حاجه هنبدا بيها مش اي موتوسيكل، مش موتوسيكل عادي زي الموتوسيكلات اللي انت بتشوفها الار 600 وال 919 والحاجات اللي هي الضعيفه دي. احنا اول ما هنبدا ان شاء الله هنجيب حاجه عاليه ما حصلتش قبل كده في مصر، والحاجه دي موجوده في ارض المنوفيه في معرض ديزل موتور. هنا عندنا في المنوفيه عند الاستاذ محمد اللي هيشرفنا دلوقتي وهيشرح لنا بنفسه الموتوسيكل اللي معانا النهارده. الموتوسيكل اللي معانا هو كوازاكي زد 1000، هيتفرج عليه دلوقتي مع بعض وهنحاول نوضح كل حاجه موجوده في الموتوسيكل ده من تفاصيل وتعديلات والكيلومتر بتاعه وكل المواصفات اللي موجوده فيه. وفي نهايه الفيديو برضه هنحاول نقول لكم السعر بتاع الموتوسيكل، وهنشوف بقى هل متاح اقساط هنا ولا لا. ده كله هنعرفه من خلال الاستاذ محمد صاحب المعرض. هنتشرف بيه الاول. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ عامل ايه يا باشا؟ اخبارك ايه؟ ازي صحتك؟ هنستأذنك بس في شويه تفاصيل كده عن الموتوسيكل ده وتقول لنا المواصفات بتاعته والكلام ده. تمام عينيا. تعالى يا باشا نتكلم احسن قدام الموتوسيكل هنا بحيث برضو المشاهدين يتفرجوا على الحاجه بشكل مباشر واحنا بنشرح عليها. بص، هو الموتوسيكل دوت كوازاكي زد 1000 طبعا، مش غريب عليكم. موتوسيكل يعني الديزاين بتاعه طبعا ملفت، فاوريدي بيكون معروف اصلا، كل الناس بتحاول تسأل على اسمه حتى لو الناس مش عارفاه. فنبدا اول حاجه مثلا بالموديل بتاعه. الموديل بتاع الموتوسيكل ده موتوسيكل 2015. 2015 جميل. افراج جمركي، هو مش افراج مش مرخص يعني، لسه اول مالك، اول واحد هيرخص هنا في مصر. وارد ايطاليا. وارد ايطاليا ما شاء الله. الموتوسيكل فيه شويه تعديلات يعني كويسه يعني، بس الموتوسيكل حالته يعني كسر زيرو يعني. هو تمام 2015 بس، اللي يشوف موديل السنه ما شاء الله. تمام. كموتوسيكل كابوهيا بقى، موتوسيكل فابريكا بالكامل ما فيهوش جرام بويا. فابريكا ما شاء الله. اللون بتاعه كمان لون مميز جميل. لونه اللي هو الاورانج الميتاليك ده. يعتبر ما فيش غير 4 الوان في مصر من اللون ده عشان تبقى عارف برضه. ما شاء الله. يعني دي حاجه مميزه اصلا اللي جايه. اللي هو الاخضر. الاخضر اللي مشهوره بيه الكوازاكي اللون ده قليل قوي، ويعني بتاع 4 5 موتوسيكلات في مصر بيعملوا نفس اللون ده بس. جميل ما شاء الله. تمام. بالنسبه للعداد بتاع الموتوسيكل ده ماشي كام كيلو؟ 26000. 26000 يعني لسه زيرو ما شاء الله. العدادات دي طبعا شرعيه كلها. طبعا طبعا ما شاء الله. طب قول لنا كده على مثلا من الواجهه الاماميه الديزاين المختلف ده يعني. الموتوسيكل فيه ايه؟ شويه تعديلات، اللي هو بكلمك على التعديلات يعني. تمام. ايه بقى التعديلات اللي موجوده فيه اصلا؟ في المرايات دي تعديل. ماشي. المرايات دي ما شاء الله. المقابض دي كمان انا شايف ان هنا في مستويات. الحاجات دي هل شغاله يعني الحاجات دي اصلا؟ بتوطي كده بترجع حسب على حسب مسكه ايدك انت. يعني دي بتفرق في راحه الايد ولا في القرب وبعد المقبض نفسه؟ راحه ايدك، ان هو يبقى خفيف او تقيل. بالظبط. لا قريب او بعيد، اللي هو قريب او بعيد على حسب. يعني ايدك صغيره مثلا بتقربه شويه او بتبعده او الكلام ده. جميل تمام. طب قرب معانا كده بحيث ان الحاجه اللي بنشوفها تكون واضحه. السلايدرات كلها الكلام دوت ده بيحمي الموتوسيكل وحاجه. دي تعديل برضو السلايدر دي ولا ستوك؟ لا ده تعديل. جميل ما شاء الله. سيستم الشكمان اللي هو في دوت. سيستم الشكمان برضه دلوقتي. ماشي تمام. ممكن نسمع برضو كده واحنا تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة ما شاء الله صوته. كمان البنزين بتاعه يعني خفيف جدا يعني. من اقل لمسه بتلاقي صوته ماشي معاك جامد يعني ما شاء الله. طيب ايه تاني بقى المواصفات بقى بتاعته نفسها يعني؟ الكاوتش الموتوسيكل هو كاوتشه حالته محترمه جدا. تمام. ده 195 50 17 تقريبا. 190 17 بوصه. 17. تمام. والجنط كمان. الموتوسيكل ده اي بي اس، فرامل اي بي اس. مش الفرامل الاي بي اس. ممكن توضحها بالكاميرا هنا الشرط بتاعت الاي بي اس هي في اهي. الجهاز بتاع الاي بي اس اهو اللي راكب. وطبعا سيستم الشكمان ده كله تعديل جاي طبعا من وش الموتور مباشر ولا تعديل بس العلبه؟ العلب بس. تمام. مش جاي كامل يعني، ما مش بيزود الهورس باور بتاع الموتوسيكل نفسه. لا. تمام. يعني ده عشان الاكزوست بس يدي صوت وكده. هنا برضو فتحة الموتوسيكل هنا مختلفة. لازم طبعا بالنسبة للبصمة بترجع المفتاح لورا شوية وتفتح وبعد كده بتدور.
هنا بالنسبه للشاشه اللي حضرتك بتقول متعدله، دي اللي متركبه ديت حاجه تعديل. وهنا طبعا العداد زي ما اتفقنا 26000. هل في مود او حاجه في الشاشه دي ولا هي بس كده؟ ولا سخانات مقابض ولا الكلام ده، يعني هو ستوك كده بتاع تمام. وبرده في فرامل قدام ABS برده ممكن نوضحها. وطبعا هنا على دبل ديسك، فحاجه محترمه قوي يعني. الديسك بتاعها ما شاء الله ضخم، حوالي 30 سم او حاجه زي كده. في سواقه الموتوسيكل اصلا يعني. هنا الABS اهو، ممكن توضحه كده بعد اذنك، الجهاز بتاع الABS. وبرده مكتوب هنا ABS اصلا على المساعد بتاع الموتوسيكل. والاشارات دي برده ستوك ولا متعدله؟ الورا هي اللي تعديل. تمام. هو طبعا بالنسبه للغيارات، عشان الناس اللي مش عارفه زي حالاتي كده، انا برضو يعني اول مره اشوف الحوار بتاع الموتوسيكلات والكلام ده. الناس طبعا اللي متابعانا عارفه ان انا متخصص اكتر في العربيات. هنا بالنسبه للغيارات تقريبا الاولاني فوق والاولاني تحت والباقي كله فوق. هو 6 غيارات طبعا. 6 ما شاء الله. تمام. هي كموتوسيكل يعني حاله عامه ما شاء الله حالته كويسه جدا، ولكن كموتوسيكل وديزاين وكمان الاداء بتاعه طبعا حاجه وهم جدا. بيجيب لحد 300 تقريبا في السرعه. وموتوسيكل جديد قوي يعني ما شاء الله. يعني الكawasaki غنيه عن التعريف، هي والدوكاتي. ان شاء الله طبعا لما الاستاذ محمد يجيب دوكاتي هنا نحاول نصورها لكم برضو. والH2 برضو ان شاء الله كان عنده واحده بس للاسف ما لحقناهاش، فلما اجيب H2 تاني ان شاء الله يعني نعمل عنها ريفيو. هتبقى برضو حاله محترمه زي اللي متوفره معانا، لان هو طبعا من المميزات اللي موجوده عنده ان هو ما بيجيبش غير الحالات النظيفه جدا يعني، وافضل اسعار كمان موجوده في السوق. فهل ممكن تقول لنا على سعر الموتوسيكل ده؟ بص، هو اصلا بينزل حاليا بالنسبه بقى لارتفاع الدولار والكلام دوت، هو الموتوسيكل يعني طبعا اقتصاد البلد بيأثر برضو على الحاجات دي في الاستيراد، لانها مش متوفره ولا بتتجمع هنا في مصر ولا منتشره برضو في الاستيراد. بالظبط. حاليا اصلا الموتوسيكل يعني معدي 600 وي لو انت تجيبه دلوقتي تمام. بس طبعا احنا جايبه في الحلقه اللي فاتت، فاللي هو الموتوسيكل يعني سعره قليل شويه عن السعر المتاح حاليا. ده مكتوب فيه 520,000. طيب ده سعر كويس جدا. ولو استاذ محمد عامل اوفر كمان للناس اللي موجوده عندنا 520,000 من 600,000، يعني حوالي 80,000 جنيه من السعر الموجود حاليا. فلو انت طبعا من عشاق الموتوسيكلات وعايز تشتري الموتوسيكل زي ده او كمان الموتوسيكل ده، ان هو الميزه الحلوه اللي فيه ان هو مش متوفر منه غير 4 موتوسيكلات بس هنا في مصر. فان انت في اللون فان انت تكون راكب حاجه مميزه. يعني طبعا الناس اللي راكبه الموتوسيكلات اصلا بتحب تكون مميزه دايما، صح كده؟ حتى بيحب يعدل سيستم شكمان، تعديلات المرايات، المقابض، الكلام ده كله عشان يبقى هو مختلف عن اي حد. وبرده الموتوسيكل ما شاء الله جديد 2015، فانت هتبقى اصلا مميز، لان كل الناس اللي راكبه بتركب من تحت ال 2007 والكلام اللي هو الRR والحاجات دي. فبنشكرك جدا يا استاذ محمد على الحلقه الجميله ديت. وطبعا اي حد يجي لك من خلال القناه لازم تعمل معاه واجب يعني. نعمل معاه واجب. الله يبارك لك يا باشا. لازم نعمل معاه واجب. تسلم. طبعا هو صاحب المعرض اهو معانا بنفسه. ديزل موتور هو اللي بيتكلم بنفسه وبيقول لنا ان هو هيظبط للناس اللي جايه طبعا ان شاء الله الاسعار، وبرده اي حاجه بقى اكسسوارات، الهلمت، البدله، الجاكيت، الكلام ده كله طبعا متوفر عندك الحاجات دي. وبرده سكرينات، الحاجات كلها، اي حاجه طبعا تخص الموتوسيكلات، حتى برضو الفرد، الكاوتش، الكلام ده كله. او استيراد متوفره، اي حاجه ان شاء الله. في طبعا اي حاجه تخص الموتوسيكل انت تتواصل معاه، لان الحاجات دي بتبقى باستمرار محتاجه صيانه وقطع غيار والكلام ده، فهو يوفر لك الحاجات دي كلها. حتى لو مش موجوده عنده هيستوردها لك برضو. طبعا الكلام ده بيكون متاح عندك الاستيراد لو في حاجه مش موجوده. لو حد عايز اوردر من بره الكلام دوت بيطلب. طيب 15 يوم مش بعيد يعني. شكرا جدا ليك يا استاذ محمد. وبكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده، واستنونا ان شاء الله في ريفيوهات جايه عن الموتوسيكلات في معرض ديزل موتور. افضل حالات ان شاء الله وافضل اسعار هتلاقوها هنا. يلا، سلام عليكم.